مرسي تكلم في هذا المؤتمر حول أزمة سد النهضة، وتطرق إلى موضوعات أخرى منها موضوع هام وهو المصالحة الوطنية. يعني رأيك إيه في فكرة المصالحة الوطنية الآن ودعوة الرئيس لكل الأحزاب وكل الأفراد وكل القوى للجلوس مرة أخرى على مائدة الحوار للتفاوض حول المشاكل الداخلية والخارجية لمصر؟ هو طبعا الرئيس دعا للحوار، وده طبعا ده شيء كويس. المفروض فعلا يكون في حوار وطني بين كل القوى السياسيه، وخاصه في مش بس في الشان الداخلي، ده في الشان الخارجي. يعني زي مشكله الجنود اللي حصلت برضه في سيناء، الراجل دعا لحوار وطني ومحدش قعد معاه للاسف يعني. وللمره الثانيه دعا برضه لحوار وطني عشان سد النهضه، وللاسف في كثير من القوى رفضت ان هي تقعد معاه. طيب، واخد بال حضرتك؟ رأيك إيه في توقيت الدعوة نفسه؟ يعني هناك أزمة زي أزمة سد النهضة تتعلق بالأمن الوطني، الأمن القومي الوطني المائي لمصر، وأيضا هناك أزمات داخلية. يعني هناك تظاهرات للبعض في 30/6، البعض مؤيد والبعض معارض. شايف إحنا فعلا محتاجين الرئيس والقوى السياسية أن يجلسوا مرة أخرى على مائدة الحوار؟ والتوقيت، قول لي رأيك في التوقيت. ده طبيعي ان هو فعلا يكون هو التوقيت ده التوقيت المناسب للموضوع. وبعدين بالنسبه لسد النهضه، ده موضوع من ساعه تعرض الرئيس المخلوع، واخد بال حضرتك، للايه، في اديس ابابا، للقتل اللي حصل في اديس ابابا. من ساعتها هو ادى ظهره لافريقيا. يعني بقى لنا اكتر من 20 سنه الحوار مع الحوار بقى لنا اكتر من 20 سنه مدين ظهرنا لافريقيا، وده اثر على ايه؟ على ميه اللي هي جايه من افريقيا. ده بينزل على في الحبشه، بينزل اكتر من 1600 مليار متر مكعب. انت بينزل لك هنا بيجي لهم منهم 50 مليار متر. 50 دول بيمثلوا 5% بس من كميه الميه اللي هي بتنزل على الحبشه. في عندك في الكونغو 1000 مليار متر برضه بينزل. انت لو في تعاون مع افريقيا، في السودان بينزل اكتر من 500 مليار متر مكعب ميه، وبرضه بيضيع في المستنقعات. انت حضرتك لو في حوار مع افريقيا كنت ممكن تعمل طرق لرفع كميه الميه لمصر، لان احنا دلوقتي تحت حد الفقر المائي من حوالي اكتر من 10 سنين، من ساعه ما نزل، ما عدد سكان مصر وصل اكتر من 50 مليون نسمه. واخد بس عندك اكتر من 50 مليون نسمه. ده كان لما كان عدد سكان مصر اكتر من 50 مليون نسمه، كان ايه؟ كنا بنقسمهم على عدد كميه الميه اللي هي 50 مليار متر مكعب، كان بيوصل لواحد 1000. كنا كده وصلنا لمستوى حد الفقر المائي. المفروض من 2005 او 2004 كان حصل حوار مع افريقيا، وكنا جبنا الميه اللي هي بتنزل على اديس ابابا 1600 مليار، او اللي بتنزل في كونغو ال 1000 مليار اللي بينزل في المحيط، او اللي بينزل على جنوب السودان 500 مليار اللي بينزلوا، وكنا رفعنا الكميه ل 100 مليار او 200 مليار. شكرا جزيلا يا فندم، وصلت الرساله بالتاكيد. يعني ما زال حديثنا مستمر حول مساله الحوار الوطني ودعوه الرئيس الان لحوار لكل قوى الاحزاب، حتى ان الرئيس ذكر انه مستعد ان يذهب بنفسه لكل الاشخاص الذي يريد ان يتحاور سواء في مشاكل داخليه او خارجيه. رايك ايه في هذه الدعوه؟ انا اسال سؤال بس، هو ليه الحوار جه في الوقت ده؟ ليه الحوار جه في التوقيت دوت؟ الحوار اصلا مع الناس كلها اتاخر. الحوار اصلا مع الرئيس اتاخر. الحوار مع كافه الشعب، الناس كلها. اسال اي حد من الواقفين دول، مفيش حد راضي عن الرئاسه ولا عن الرئيس ولا عن اي حد. تمام، صح. كلنا، كل الناس متحفزه ل 30 يونيو. كل الناس متحفزه ل 30 يونيو. هتعمل ايه؟ مش عارفين هنعمل ايه، بس الناس كلها عايزه تنزل. الناس كلها عايزه تنزل تشارك في الثوره الجديده بتاعه 30 يونيو. كل الناس تعبانه. يعني حضرتك مع عدم فكره الحوار الان والجلوس مع الحوار بعد الاحزاب؟ الحوار شايف الدعوه متاخره من وجهه نظرك؟ متاخره جدا. الدعوه متاخره جدا. الناس كلها تعبانه، مفيش حد من الشعب مش تعبان. كل الناس تعبانه، كل الناس عايزه تنزل، كل الناس عايزه تتكلم. بس بعد ايه هتحاورني؟ انت بعد ايه هتحاورني؟ يعني الترابيزه كلها خلاص، كل الناس قاموا من عليها، هتقعد تحاور مع مين؟ تمام، وصلت الرساله بالتاكيد. يعني ما زال حديثنا مستمر حول الحوار الوطني. البعض مؤيد لتوقيت الحوار الان، الرئيس يدعو لحوار لكل قوى الاحزاب، والبعض الاخر معارض. انت رايك، هل انت مع الحوار ودعوه الرئيس لهذا الحوار ولا لا؟ طبعا انا بصراحه مؤيد للحوار الوطني في هذا التوقيت. ماشي، لابد من وجود ائتلاف او اتحاد بين كل القوى السياسيه، سواء حكم الحريه والعداله او المعارضه. كل القوى لابد ان تقف الان من اجل مصر، كل الاحزاب، لان هناك في مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه. لكن انا من وجهه نظري المشاكل الداخليه، الثوره لم تحقق حتى الان اي اهداف. فين العيش؟ فين الحريه؟ فين العداله الاجتماعيه؟ عداله اجتماعيه بالاضافه الى ازمه السولر والبنزين
وانا من وجهه نظري الخاصه ان هي ازمات مفتعله. بقت كهرباء، مشكله كهرباء، الكهرباء بتقطع من 4 ل 5 ساعات يوميا، بالاضافه الى ازمه المياه. فين ايه الاجراءات اللي خدتها الحكومه حتى الان من اجل حل مشكله سد النهضه؟ انت قدمت ايه؟ وصلت الرساله بالتالي. شكرا يا فندم. اتفضلي يا ماما. يعني عليكم السلام، اتفضلي. يعني الرئيس، عاجبك الوضع طيب خليني الاول اقول لك احنا بنتكلم في ايه، وقولي وجهه نظرك ورايك كامل. الميه اللي اضعاف احنا بنتكلم كمان على نقطه مهمه امبارح في خطاب الرئيس حول موضوع الحوار الوطني. يعني الرئيس الان بيدعو كل القوى والاحزاب للجلوس مره اخرى على مائده الحوار، نتفاوض في مشاكلنا الداخليه ومشاكلنا الخارجيه. رايك ايه في الحوار؟ فات سنه ما سمعتوش كله، بس فات سنه ولا سنتين لما مسك الحكم. تمام. كلام سليم. تمام. انا جاهله ومش متعلمه. تمام. بس انا شايفه ان البلد، انا بقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب. هو نيلة جه حسني مبارك، ها، ايام ما كان ماسك كنا صحيح بس كنا مذلولين من الشرطه. هي لو كانت اتشالت الشرطه ولا العدل ده اللي كان ماسك الشرطه كانت البلد مشيت جميل، ها. انما انا بيتهيألي والله اعلم ان حسني مبارك واولاده مظلومين. هو اللي كان حرق دم الشباب والبلد، الزفت الشرطه. طيب. العدل اللي كان ملله. خلينا بقى نتكلم في موضوعنا دلوقتي. رأيك في الحوار، هل النهارده لما القوى السياسية كلها بمختلف أحزابها تجلس مع الرئيس ده شيء كويس؟ ده شيء كويس في التوقيت الحالي؟ ما عملش كده من سنتين فاتوا ليه؟ يعني الرئيس كان بيدعو مرارا وتكرارا للحوار، البعض كان بيأيد والبعض كان بيعارض، البعض كان بيجلس والبعض ما بيجلس. شايفه ان احنا في التوقيت ده محتاجين كلنا بسبب مشاكلنا الخارجيه زي مشكله سد النهضه عشان جاي 30/6. تمام. عشان جاي 30/6 خايف الناس يغلطوه. الشعب والغلابه دول، انا ابني مش بيشتغل. عندك شغل ليه؟ هيجيب لي شغل ليه؟ انا فقيره ومن طول عمري فقيره وعايشه فقيره. فكر يبص لي ولا يبص للناس الغلابه اللي في الشوارع؟ فكر يبص للناس الغلابه. ايه الرساله اللي انت حابه توصليها لرئيس الجمهوريه؟ شايفه مطلوب ايه خلال الفتره اللي جايه مع ازمات داخليه وازمات خارجيه؟ هو اول ما ابتدى امبارح شفت حته لقطه من اللي هو البدله، الله اكبر. تمام. البدله بالوفات. تمام. شكرا جدا يا ماما، وصلت الرساله. يعني ما زلنا حديثنا مستمر حول أزمة. حد هيشارك معنا؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. ما زال الحديث مستمر حوالين الحوار الوطني. أمس الرئيس يدعو لحوار في توقيت الآن البعض يراه توقيت مناسب والبعض الآخر لا يراه توقيت مناسب. هل احنا فعلا محتاجين حوار من الرئيس والقوى السياسية في هذه التوقيتات لحل مشاكلنا الداخلية والخارجية؟ لا، مش هتتحل. مش هتتحل. هي الحل الوحيد انه هو يمشي. الحل الوحيد انه هو يمشي. هو خربها بصراحة من ساعة ما جه والمواضيع. ايه اللي انت مش إيه يعني على مدار العام بقى، ايه اللي انت كنت شايف كان مطلوب من الرئاسة ومؤسسة الرئاسة ومن الرئيس ينفذه للشعب في ظل ازمات داخلية وخارجية؟ ايه اللي كان مطلوب؟ يوفر العيش، يوفر اللقمة للناس. انا بصبح الصبحية اجيب سلعة، واخد بال حضرتك، وتاني يوم ابص الاقيها غالية، واخد بال حضرتك. مفيش رقيب، شايف ان كان محتاجين دور رقابي اكتر في الاسواق وفي الاسواق، سواء للسلع التموينيه او غيرها من السلع طبعا، او الخدمات المقدمه للمواطن؟ طبعا يا بيه. هو كده. واصلا كمان الاستاذ هشام قنديل ولا عامل اي حاجه، ولا عامل اي حاجه، وهو ده دوره، دور الحكومه. شايف الحكومه اثرت في ايه على مدار الفتره اللي فاتت من وجهه نظرك؟ صدقني مقصره من كل حاجه. تمام. من كل حاجه. انا مش حاسس ان في حكومه، مش حاسس ان في وزير رئيس وزراء، مش حاسس ان في وزير بتاعنا بتاع تومين. ده بل بالعكس كمان، ده شالوا رز كمان من على التومين. طيب خلينا نرجع للنقطة الأساسية بقى في حوارنا الآن. الحوار الوطني، هل ده توقيت مناسب للحوار والجلوس مرة أخرى لكل التيارات مع الرئيس، حتى أن هو ذكر بنفسه أنه مستعد أن يذهب لأشخاص وأحزاب وتيارات حتى يتم التحول مرة أخرى لحل المشاكل؟ شايف ده توقيت مناسب واحنا فعلا محتاجين ده؟ هو خايف من يوم 30. تمام. واخد بال حضرتك، فبيلم كل ده وبعد كده هيكذب علينا تاني. تمام، وصلت الرسالة. اتفضل يا فندم. يعني بنتكلم عن الحوار الرئيسي الوطني، هل احنا محتاجين فعلا حوار وطني الآن وأهميته؟ والله هو الحوار الوطني جاي متأخر جدا جدا، يعني بعد ما السيد الرئيس كان بيعمل كل حاجة بمزاجه وبدماغه، ما فيش استشارات، ما كانش بيجيب الأحزاب والتيارات التانية،
تاخد كل طيار ياخد المكان بتاعه. الناس كلها شاركت في الثوره، الناس كلها المفروض تبني مع بعضيها، تعمل مع بعضيها. احنا ما عملناش الثوره عشان طيار واحد او حزب واحد هو اللي استولى على السلطه. المفروض الحوار ده كان تم من زمان، مش جايب دلوقتي. ما هو قبل الاعلان الدستوري قال لك على حوار وقعد مع الناس، وبعد كده طلع الاعلان الدستوري من دماغه. تمام. بعد ما قعد مع الناس طلع الاعلان انت الدستوري من ضد دماغه. التوقيت ولا ضد الحوار الوطني الان؟ هو الرئيس عمل التوقيت ده دلوقتي عشان 30/6، تمام. بيحاول يلم الناس حواليه عشان يهدي الامور، والامور تبقى ماشيه معاه يوم 30/6 ما تحصلش الهجه اللي هي حصلت دي. شكرا جزيلا، وصلت الرساله بالتاكيد. اتفضل يا فندم. يعني حديثنا مستمر. طبعا حضرتك كنت متابع المؤتمر اللي اقامه الرئيس بخصوص موضوع ازمه سد النهضه، وتطرق لحدث مهم او شيء مهم وهو الحوار الوطني. شايف ان احنا محتاجين حوار وطني الان ولا لا؟ طبعا محتاجين حوار وطني، وعايزين نقول للاعلاميين جميعا يعني اتقوا الله في الشعب المصري. خلينا بقى في الحوار الوطني. محتاجين حوار وطني ليه؟ طبعا محتاجين حوار الوطني لانه هو الحوار الوطني ده بيلم الشمل بين الناس كلها وبيفيد المجتمع كله، وكل واحد يخليه في تخصصه. يعني اللي ما بيفهمش في حاجه ما يتكلمش عن حاجه ما هو مش فاهمها اساسا. الناس كلها مش عارفه يعني ايه سد النهضه، يعني ايه مشاكله. يعني التاريخ هو اللي بيتكلم، يعني احنا عايزين التاريخ هو اللي يتكلم. الناس المتخصصه هي اللي تطلع تتكلم في الحوارات دي، الناس السياسيين والناس المؤرخين واللي هم فاهمين يعني ايه السدود ومشاكلها. لكن انا كمواطن عادي انا ما بفهمش يعني ايه سد النهضه لكن انت مع الحوار الوطني؟ طبعا الحوار الوطني مهم جدا للم الشمل بين الناس كلها. شكرا.